بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال أولى إعدادي، النهاردة هنحل معاكم الاختبار الثامن. معكم مستر عبد الرحمن رفعت مدرس الدراسات. طبعا أول سؤال بيقابلنا في الامتحان هو سؤال الخريطة. بيقول لي هنا أمامك خريطة لقارة أفريقيا، لاحظها ثم أجب. أول سؤال عندي بيقول لي أكبر دول أفريقيا في معدل المواليد. طبعا عندي هتبقى دولة النيجر، أكبر دول أفريقيا في معدل المواليد. رقم 2 عندي بيقول لي دولة بها مدينة ليام القديمة التي كانت أقدم مستوطنة بشرق أفريقيا. طبعا دولة كينيا. رقم 3 دولة بها أطول شبكة سكك حديدية بأفريقيا. طبعا هي دولة جنوب أفريقيا، تبقى رقم 3 دولة جنوب أفريقيا. نخش بعد كده على رقم ب. بيقول لي حدد الأثر الناتج عن اجتياح الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا عام 2020. أقول له طبعا أدى ذلك لتدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية كما حدث في شرق أفريقيا في بداية عام 2020. يبقى النتائج المترتبة على اجتياح الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا هو تدمير مساحات واسعة، أو أقول له أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية كما حدث في شرق أفريقيا في بداية 2020. نخش بعد كده على رقم ج. بيقول لي وضح دور سليم بيك قبطان في كشوف مصر الجغرافية لأفريقيا. طبعا أقول له قام ب3 رحلات متتالية لاستكشاف منابع نهر النيل الأبيض. دور سليم بيك قبطان قام ب3 رحلات متتالية لاستكشاف منابع نهر النيل الأبيض. السؤال رقم 2 عندي بيقول لي صوب ما تحته خط. أول سؤال عندي بيقول لي تقع جزيرة. رقم 1 بيقول لي تقع جزيرة الجيفتون في مصر أمام مدينة السويس. لا طبعا مش مدينة السويس، مدينة الغردقة. رقم 2 أنشأ عباس باشا الأول مدرسة ابتدائية بالخرطوم وجعل محمد فريد ناظرا عليها. لا طبعا كان رفعت الطهطاوي. رقم 3 أول كاتب أفريقي يحصل على جائزة نوبل في الأدب هو نجيب محفوظ. لا طبعا كان ويلس يونكي. رقم 4 أنشأ الخديوي إسماعيل 5 محافظات على الساحل الغربي لأفريقيا. لا طبعا كان الساحل الشرقي. رقم ب عندي بيقول لي بما تفسر أهمية السياحة في قارة أفريقيا. أقول له لأنها مصدر أساسي للدخل القومي والنقد الأجنبي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتساعد على تبادل الثقافات، وتوفر فرص عمل للشباب. تاني سؤال عندي بيقول لي توجه الدول الاستعمارية بما تفسر توجه الدول الاستعمارية نحو قارة أفريقيا. طبعا احنا في سؤال زي ده ممكن نكتفي بالعناصر فقط، مش لازم اشرح لان طبعا مش هيبقى في مكان للشرح ده كله. بس طبعا احنا هنقولهم دلوقتي كلهم كده كمراجعه. اول واحد اقول له طبعا للبحث عن المواد الخام مثل المعادن والقطن والمطاط، وده لتشغيل المصانع في اوروبا. رقم 2 لفتح اسواق جديده، وده لتصريف فائض الانتاج الصناعي الاوروبي. 3 استثمار رؤوس الأموال بحثا عن فرص استثمارية جديدة، وده وزيادة أرباح وثروات الدول الأوروبية، ودي كلها كانت أسباب اقتصادية. نخش بعد كده على رقم 4 حل مشكلة الزيادة السكانية من خلال تهجير بعض سكان الدول الأوروبية التي تضاعف عدد سكانها وانتشرت البطالة بينهم. فمثلا هاجر بعض الإنجليز لجنوب أفريقيا، وهاجر بعض الفرنسيين لشمال وغرب ووسط أفريقيا، ودي كانت أسباب اجتماعية. رقم 5 الرغبة في تحقيق أمجاد قومية، حيث اتجهت بعض الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا لاستعمار مناطق من أفريقيا ليكون لها مجد وقوة مثل إنجلترا وفرنسا. رقم 6 إقامة قواعد عسكرية في المواقع الجغرافية المهمة بأفريقيا بهدف حماية الدول الأوروبية مصالحها ومستعمراتها، وتأمين طرق تجارتها. وطبعا أنا قلت لكم اكتب بس العناصر أو اكتب 2 مع الشرح. رقم 3 بيقول لي كانت مصر من أولى الدول الموقعة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. في ضوء العبارة اكتب 2 من أهداف إنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2002. طبعا هو بيقول لي يذكر 2 بس احنا هنراجع ال5 كده مع بعضنا.
أول حاجة كان الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها واستقلالها. 2. تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة. 3. تشجيع التعاون الدولي وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة. رقم 4. تعزيز المشاركة الشعبية وحماية حقوق الإنسان. رقم 5. تنمية القارة في مجال العلم والتكنولوجيا. رقم 2 بيقول لي عوامل اليقظة القومية والتحرر الوطني في أفريقيا. برضه هو قال لي اذكر 2 بس احنا هنراجع ال4 مع بعض. كان أول حاجة الشعور بالاضطهاد والاستغلال وتدهور اقتصاد بلدهم نتيجة احتكام المستعمر لمواردهم. 2. المطالبة بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1918، ومنها مبدأ حق كل شعب في تقرير مصيره. 3. ظهور نخبة من الوطنيين الذين نادوا بحرية واستقلال بلادهم. 4. تنظيم الحركات الشعبية للمناداة بمنع التميز العنصري والاستعمار في القارة. رقم ب بيقول لي ما المقصود بالزراعة الذكية المناخية؟ أقول له هي الزراعة التي تستهدف زيادة الإنتاجية بشكل مستدام والتكيف مع التغيرات المناخية والتقليل من غازات الاحتباس الحراري. بعد كده رقم ج بيقول لي ما الفرق بين التقسيم الإداري للسودان في عهد كل من سعيد باشا والخديوي إسماعيل؟ في عهد سعيد باشا عزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة وأمر مديري الأقاليم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. 2. تقسيم السودان إلى 5 مديريات مستقلة تتبع كل منهما نظارة اللي هي وزارة يعني الداخلية بالقاهرة مباشرة. 3. إنشاء المجالس العرفية من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر لإشراك السودانيين في حكم بلادهم. لكن في عهد إسماعيل قسم السودان إلى 12 مديرية لكل منهما عاصمة وأنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي لأفريقيا. نخش بعد كده على رقم 4 بيقول لي اختر الإجابة المناسبة مما بين القوسين. يستخدم الكوبالت في نقط طبعا كان في صناعة السيارات الكهربائية. يستخدم في صناعة السيارات الكهربائية. رقم 2 استبدل محمد علي الأعراف والتقاليد القبلية السودانية المستخدمة في فصل النزاعات بالقانون نقط طبعا كان بالقانون العثماني. رقم 3 قامت بريطانيا بنفي سعد زغلول ووفاقه إلى نقط طبعا كانت لجزيرة مالطا. نخش بعد كده على رقم ب بيقول لي ماذا كان يحدث إذا انتصرت القوات المصرية بقيادة أحمد عرابي على القوات البريطانية عام 1882 أو لم تستطيع القوات البريطانية دخول القاهرة في سبتمبر 1982 ولم يتم الاحتلال. رقم 2 بيقول لي ماذا يحدث إذا تحولت أفريقيا من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج؟ أقول له سوف يؤدي لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. آخر سؤال عندي بيقول لي حدد أسباب المشكلة السكانية في قارة أفريقيا، وبرضه بيقول لي نكتفي ب2. برضه انت هنا ممكن تكتفي بالعناصر الأساسية زي مثلا زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو السكاني وسوء توزيع السكان داخل بعض الدول الإفريقية وارتفاع نسبة فئة صغار السن. لكن احنا هناخدها كمراجعة كده ونقولها كلها زي مثلا زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة والطاقة والأرض الزراعية، وبالتالي نقص نصيب الفرد من الموارد الطبيعية مما يهدد تحقيق الأمن الغذائي والمائي في القارة. فكلما ارتفع معدل الزيادة السكانية انخفض مستوى الأمن الغذائي والمائي. رقم 2 طبعا سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الإفريقية. 3 ارتفاع نسبة فئة صغار السن وهي فئة غير منتجة وتحتاج إلى توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمياه بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. وبكده سنقول احنا خلصنا حل الاختبار رقم 8. إن شاء الله نلقاكم في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.